تليمة ده قال لي على حاجات بيتحداني فيها، بيقول لي اتحداك هقول لك الاخوان عملوا مسرح مهم جدا وكان فيه اسماء الناس كلها عارفاها وبتحبها كانت موجودة في المسرح اللي عمله حسن البنا، الشيخ حسن البنا. خلوني ارحب بضيفي في الفقرة دي الاستاذ الاعلامي صابر مشهور. اهلا استاذ صابر. اهلا استاذ محمد. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ما فيش عندنا مهدئات يعني عشان نبدا بس الحلقه، يعني هنبقى هاديين جدا. انت بتقول لي انه انت عندك وثائق انه السفاره الامريكيه بتعزل الحكومات وتعينها. انا اتكلمت دلوقتي، انا دوري انا اتكلم وانا هدي لحضرتك تتكلم. السفاره الامريكيه تعزل الحكومات وتعينها، وعندك امثله ووثائق بده. اتفضل بس بوثيقه من فضلك. حاضر. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو منذ من السيسي حتى محمد علي ال200 سنة السفارة الأمريكية بتعين الحكومات في مصر وتعزلها، والحاكم العسكري الذي ينتحل صفة رئيس هذا مجرد طرطور. يعني ناس بتقول لك السيسي قوي، السيسي اختار، السيسي راح، السيسي شال فلان، السيسي حط فلان. كويس. السيسي مجرد طرطور لا يعرف شيئا عن أمر مصر. مش خايف يا صابر انت بتقول طرطور بعد ما تصالح مع قطر؟ يا سيدي هو يعني عاوز اقول لحضرتك ايه، طبيعه المعركه في مصر هي ان تكون مصر دوله ام تظل مستعمره امريكيه. ده الموضوع. فخلينا في موضوعنا. تمام. والسادات كذلك، ومبارك كذلك، وجمال عبد الناصر كذلك، كان طرطور، كلهم كانوا طراطير. بس ما تقولش عشان بتضايق بس يعني هذا توصيف واقع مش شتيمه. لا يعني لا ازاي ده كان رئيس دوله. ايوه حضرتك هتشوف حالا حضرتك وهم يقولون هذا. اتفضل. العسكر هم الذين يقولون. اتفضل. مش انا يعني. اتفضل. تمام. العسكر بيقولوا ايه بقى؟ وما كانش في حاجه اسمها حقبه ليبراليه في تاريخ مصر اطلاقا، ده ما حصلش في عهد الملكيه اطلاقا، ولا عمر الشعب اختار حد ولا شال حد. الوحيد الذي اتى به الشعب محمد مرسي، وعزلته امريكا لما رفض ان هو يكون طرطور مثل الباقين. نبدأ حاج بالسيسي. تمام. فضل. حكومة الببلاوي، حكومة أول حكومة بعد الانقلاب العسكري. الذي شكل هذه الحكومة السفيرة الأمريكية آن باترسون. وكانت بتتصل بالناس. إيه دليلك؟ حضرتك في فيديو اسمه حكومة آن باترسون، هنجهزه حالا. طيب يا جماعة عندكم فيديو حكومة آن باترسون وساويرس. حكومة آن باترسون وساويرس. تمام. ده حضرتك أشرف ثابت، الكاهن أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، قال في قناة تابعة للعسكر السفيرة الأمريكية بتتصل بيا، يا أشرف أنت هنعين البدع رئيسا للحكومة. ده السفيرة الأمريكية اللي بتتصل بأشرف ثابت نائب رئيس حزب النور. مين أشرف ثابت؟ نائب رئيس حزب النور. طب خلينا نشوف الفيديو ده. والدلالة هنا إن أشرف ثابت لم يقل لها هو انت صفتك ايه عشان تكلميني في تشكيل الحكومه. طيب نشوف الفيديو. ما جايز بتدعي عليه، ما جايز انت بتطلع كلام على الراجل. طب نشوف حضرتك. نشوف الفيديو يا خالد بعد اذنك بتاع اشرف ثابت. بيتم مساومتنا في قبول البرادعي في مقابل اي عدد من الوزارات احنا عايزينها. عايزين 4 وزارات 5 وزارات، واحنا كنا حزب انتهازي. ده عرض عليكم كده؟ من السفيره الامريكيه. السفيره الامريكيه عرضت في مكالمه تليفونيه، تعرض وعايزه البرادعي يجي رئيسا للحكومه هي السفيره الامريكيه. يعني حتى هي السفيره الامريكيه ما كانت مستغربه ازاي نقول لها خد مثلا وزارتين 3 4 وما تقبلش. هي السفيره الامريكيه كانت بتشكل الحكومه المصريه؟ ما انا مش فاهم. انا بقول لحضرتك يعني تبقى هي اللي بتشكل الحكومه وبتحدد تاخدوا كام وزاره. احنا كان ردنا اللي احنا يا جماعه هاتوا حكومه يا جماعه تكنوقراط. يعني حكومه الانقلاب كانت عاوزاه يبقى وزير التموين. من طلب من الدكتور باسم عوده ان يستمر في حكومه الدكتور الببلاوي؟ مكتب وزير الدفاع اتصل بالدكتور باسم اكتر من مره. حضرتك تلقيت هذا الاتصال بنفسك؟ بالظبط. بعد ما اتصلوا بيه مجلس الوزراء اتصل، رديت قلت له حضرتك كان في مكالمه للدكتور باسم، قال لي ايوه ده مكتب سياده الفريق عاوز يكلم معالي الوزير. قلت له حاضر هبلغه. انا بناشد وزير التموين السابق وهو واضح انه كان شخص ناجح للاخوان، باسم عوده، ووزير الاستثمار الشاب اللي كان اسمه يحيى واضح انهم كانوا كوادر، وحتى الدكتور عمرو دراج بس يخف علينا شويه في التويتات اللي بيبعتها امريكا دي كلها اللي مش مظبوطه يعني. برضو كان راجل قادر وزير التعاون الدولي يجي يكملوا معانا. دكتور باسم قال لي الناس دي فاكرانا اللي احنا بنبيع مبادئنا، اللي انا هلهث ورا منصب وهروح اشارك.
حضرتك في جزئين. انا اتكلمت يا صابر دلوقتي، انا لسه ما اتكلمتش خالص، ده انا بعمل رياكشن يا راجل، اديني فرصه. طيب اتفضل. في جزئين، اتفضل. الجزء الاول خاص بالسفاره الامريكيه، اتصلت باشرف ثابت قالت له انتوا هتاخدوا كام وزاره؟ يعني السفاره الامريكيه مش كلفت الطرطور السيسي او المخابرات الحربيه ان هي تتصل باشرف ثابت وتقول له تاخدوا كام وزاره، وبعدين السفاره تنها في الخلفيه. ايوه. انما ده هي بنفسها بتتصل بالناس وبتوزع. طب ما جايز اشرف ثابت بيفتي، جايز لم يخرج لا تكذيب، اشرف ثابت ده راجل العسكر والحزب النور مشترك في الموضوع، ويعني حاضر كل الحكايه كلها. فضلا ان اشرف ده معلومات انا بقى الشخصيه ان اشرف ثابت كان يرتب لقاءات بين اعضاء مجلس الشورى من حزب النور والسفاره الامريكيه ومسؤولين، ومنها ان اشرف ثابت، دي معلومات انا مستقيها مباشره لان كنت موجود في مجلس الشورى. تمام. ما ينفعش اقول المصادر لكن انا مستقيم. تمام. اشرف ثابت طلب من الدكتور عبد العظيم عبد العال رئيس عضو الهيئه العليا لحزب النور واستقال، رئيس لجنه التنميه البشريه في مجلس الشورى، طلب منه ان هو يروح للسفيره الامريكيه في مقر السفاره الامريكيه الدكتور عبد العظيم عشان يناقش قانون الجمعيات الاهليه. تمام. الدكتور عبد العظيم عشان راجل غلبان زي حالاتي وحياتك و90 مليون مصري، مش غلبان. تمام، انا من الغلابه والناس السذج، تمام، فكر ان هو في بلد وفي برلمان، وقال له لا، البروتوكول بيقول ازاي انا رئيس لجنه اروح للسفيره الامريكيه في مكتبها في السفاره، تاتي الي في مجلس الشورى. ده عم عبد العظيم، ده عم عبد العظيم بقى الراجل فكر نفسه عضو والشعب اختاره بتاعه ورئيس لجنه وكده. فاشرف يا عم عبد العظيم لين دماغك لين الجمجمه انت. اشرف ثابت قال له كده مفيش فايده. فقال له خلاص يا سيدي روح مقر حزب النور في الدقي الفرع بتاعهم هناك، وهيجي لك مش عارف سكرتير تاني السفاره. راح له مساعد ثالث السفاره، سكرتير ثالث السفاره، وناقشوا في قانون الجمعيات الاهليه. ده جزء، ده فضلا ان برهاني ذهب الى امريكا وفق المشرف الشروق قبل الانقلاب العسكري بشهرين. طيب في الجزء الثاني بتقول ساويرس بيقول على باسم عوده وان يجي يكمل معاه. فالجزء الاولاني هنا مش عبد منصور مش طرطور، عبد منصور مفيش. ما لناش عبد منصور بقى. انما السيسي نفسه مفيش. الجزء الثاني حضرتك لو حسب الجزء بتاع اشرف ثابت قال لها ايه؟ بينصحها بلاش البرادعي، شوفي حد اخر. ايوه. يعني ممكن تجيبوا حد تاني بدل لكن ما تضايقش ان الست اصلا بتشكل. لا ولا يعني انت لو اتصلت بس محمد لقيت احمد موسى بيكلمني يا صبرا مشهور تعالى اشتغل في قناه مصر الان، هقول له طب انت تعرفهم؟ صفتك ايه؟ مش كده؟ أيوه. انما الراجل لا قال لها انت مين ولا صفتك ايه ولا حاجه، ولا اتضايق منها، لان الراجل فاهم، اشرف ثابت فاهم. ما هو ده حدث مع محمد مرسي، وهنيجي لما محمد مرسي يجي. طيب في الجزء الثاني بقى، لا بس عشان ما نعديش ده، في الجزء الثاني بيقول باسم عوده كنت كان يجي يكمل معانا. الجزء الثاني الاخ مدير مكتب باسم عوده راجل غلبان وساذج زي حالاتي وحالات 90 مليون مصر، بلاش انت حضرتك تمام مش معاهم. ده بيقول ايه بقى؟ بيروي الواقعه الخاصه بيه ان مكتب عبد الفتاح السيسي وزير دفاع العسكر الرجل القوي اللي حاكم مصر اتصل وقال له تعالى يا باسم امسك وزير التموين. وكلنا قرينا في الصحف وتابعنا ايامها ان الببلاوي هو بيشكل حكومه، قال 3 اسماء يجوا يشتركوا في الحكومه: عمرو دراج وزير التعاون الدولي، يحيى حامد، باسم عوده. فاكر حضرتك هذا الكلام؟ طبعا. تمام. طلع هذا كلام مين؟ ساويرس. احنا ما كناش نعرف ان ده كلام ساويرس اصلا. ساويرس بقى هو صاحب القرار، يعني ساويرس خد القرار ان دول يشتركوا في الحكومه، وعبد الفتاح السيسي نفذ كلام ساويرس. طب وساويرس ايه قوته يا باشا؟ ايه قوه ساويرس حضرتك؟ ساويرس امريكي الجنسيه عادي، كتير ملايين امريكيين جدا. ايوه حضرتك، ما هو ساويرس بقى انت عندك ايه؟ السفاره الامريكيه تحكم مصر ومعها معاونين. ساويرس من ابرز هؤلاء المعاونين، لذلك بيطلع قوانين ويلغي ويعمل كذا. احنا حضرتك جايين حالا في برلمان العسكر هيعملوه، تمام؟ ساويرس حالا عامل مزاد او عامل سوق النخاسه. ازاي؟ قاعد يعمل هو والجنزوري، الجنزوري من ضمن العبيد والجواري بتوع ساويرس يعني. تمام. فساويرس حتى له تصريحات كتير جدا ان هو هيدعم 50، يعني الجنزوري هو جاب الجنزوري حط وجهه وقال له ده جنزوري انت هتعمل ايه؟ قايمه في المنظر كده. والجنزوري يعني طبعا الجنزوري بتاع ساويرس هنيجي للموضوع ده. تمام. وساويرس هو اللي هيشكل البرلمان المقبل. فطبعا الحراميه والمزورين والرقاصين هيجروا مع ساويرس. ساويرس هو الذي يختار، وطبعا عامل احزابه. اذا انت اثبتت في الفيديوهين دول ان السفيره الامريكيه بتشكل او شكلت حكومه الببلاوي. حازم الببلاوي نفسه ده واحد من عبيد ساويرس، ده عضو مجلس امناء الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي الذي شكله ساويرس. ده هيشكل حزب المصريين الاحرار. ما هو ساويرس عامل المصريين الاحرار والجبهه الديمقراطيه والمصري الاجتماعي الديمقراطي، وبيمول حمد الفخراني. يعني تقدر تقول ساويرس هو ساويرس. ايوه حضرتك، ساويرس
حاكم مصر بيستمد قوته من السفارة الأمريكية. يعني مصدر السيادة والقوة في البلد هي السفارة الأمريكية. درجة قرب وبعد ساويرس بقى أو غيره، يعني لو الحاكم العسكري واصل أو مع الأمريكان سلطة ساويرس تضعف. الحاكم العسكري زي السيسي ده طيب ما علينا، انت واضح انك عندك مشكله مع ساويرس يعني. لا انا بتكلم على ما يحدث نفسيات يعني واضح انك انت مين بيحكم مصر؟ ما بيحكمش مصر. انت قلت يا استاذ محمد، حضرتك ساويرس طلع مع معتز الدمرداش بعد ثوره 25 يناير وقال لابد قانون يطلع بان رجال الاعمال كل الاراضي والاموال التي سرقوها ما خلاص ما عفى الله عما سلف ما فيش. تمام. أيوه. كنا في مجلس الشعب. كنا مين اللي احنا مين يعني؟ انا كنت موجود في المجلس اما بغطي. انا مش معاك انت. تمام كنت بغطي انا في مجلس الشعب. كويس. وفوجئنا بان الجريده الرسميه صدرت بتاريخ قديم. فاكر لما ممدوح شاهين في التسريب الاخير اللي قالوا نعملها ملحق وبتاريخ قديم زي ما كنا بنعمل ايام المجلس العسكري. ففوجئنا في قانون طالع من كمال الجنزوري مطلعه من المجلس العسكري. ده سنه كام تقريبا؟ ده في 2012 البرلمان الثوره اللي على طول المحكمه العسكريه الدستوريه حلته. هذا القانون كان بيقول نصا ما قالوا ساويرس للدرجه دي. ايوه ان كل اللي استولى عليه رجال الاعمال يتم التصالح فيه اجباري وبالسعر القديم. يعني انت لو مستولى على ارض، ساويرس مستولى على كيلومترات. لا ومجدي راسخ وكله بس ساويرس هو الحزبه الكبيره، يعني هو اللي طلع مع معتز الدمرداش كتير جدا. حضرتك لو كتبت على اليوتيوب ساويرس معتز الدمرداش هيطلع لك هذا الكلام. وفي عندك عشان بس نوضح، ما كمال الجنزوري جه رئيس وزراء في العسكر جابوه. وطبعا كان له قضايا في الاموال العامه. في عند حق صفحه. لا واحده كمال الجنزوري كان له قضيه في الاموال العامه. قضايا ده حرامي كبير يا راجل. بس لا اله الا محمد رسول الله. طب قول لي قضايا زي ايه؟ وكمان كان له قضيه موبينيل اللي مدعي بالامر المباشر لساويرس ضاع على مصر فيها 3 مليار جنيه. ده تقرير الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات. ومصطفى بكري واحد من الناس اللي قدموا بلاغ، وكان هذا موضوع استجواب في مجلس الشعب ايام حكومه الجنزوري سنه 96. كان مقدمه اسمه المرشد بتاع اسكندريه. القضيه دي يا حضرتك لما مرسي عين النائب العام اللي هو طلعت عبد الله وقامت الدنيا وهاجت، اشتغلوا في موضوع ساويرس وكله بقى. ومن هنا بقى قامت الدنيا. تقدر تقول يا وساويرس رب مصر. تقدر تقول صابر ان طالما ساويرس بيحكم مصر ان الكنيسه تحكم مصر؟ ساويرس والكنيسه بيحكمون مصر. ما هو ساويرس حضرتك والكنيسه، ما هو ده مسيحي يعني له حق تواضرس يطلع يقول مش هيخشوا الاخوان المسلمين لما يعتذروا. ده طلب امريكا ان الاخوان يعتذروا. ده احنا لو دخلنا في موضوع اخر ان امريكا حلت الاخوان المسلمين طوال 60 سنه، يعني ده موضوع اخر. طيب انما انا عاوز اخش في عاوزين نجيب فيه عندنا حاجه خاصه بجريده الاهرام عن الجنزوري. ماشي يا جماعه. الجنزوري في جريده الاهرام. اسمها ايه بقى؟ بجيبها لك والله. انا السفيره الامريكيه والعدلي امريكا مش خلاص ماشي هتيجي في سكه. المهم هو مصطفى بكري كان احد الذين استندوا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ان دي منشور في جريده الاهرام وكل الامور وكان في البرلمان، يعني مساله ثابته في ان الجنزوري اعطى لساويرس شركه موبينيل بالامر المباشر. ايوه اتفتح له المكتب الساعه 9 بالليل. الله ينور. انا عارف القصه دي. طيب تمام. بتحكي لي انا ده انا عارف القصه دي. ده اتفتح مكتب رئيس الوزراء الساعه 9 بالليل عشان يوقع ساويرس مخصوص، لان كان الامن الوطني مش موافق على ساويرس. يبقى اذا بقى مين اللي كان جاب الجنزوري رئيس الوزراء في عهد المجلس العسكري؟ مين؟ ما هو ساويرس بقى. هنا انت هنا ما عندكش معلومه لكن يحتمل او يستنتج منها. انت قصدك عشان هو اللي مضى له اتفاق الاولاني فيجيبه. وبعد كده هو الجنزوري اصدر القانون الذي يقنن وضع ساويرس. طب خلينا ده وحالا الجنزوري رجع يشكل في البرلمان ويقول لك اصل الدور الوطني يا جنزوري انت بتاعي، انت جنزوري وطني وبتاعي. ده انت فتشك عملت مش عك الدنيا. طيب يا فندم. تخش على عهد حسني مبارك. نبدا بقى. وطبعا احنا في موضوع سيناء. طبعا انت حضرتك سمعت تصريح الخارجيه الامريكيه انه تهجير اهالي سيناء يتم وفقا للخطه. ايوه. ووزاره الدفاع الامريكيه طلعت بيان ان احنا ادينا طائرات الاباتشي للسيسي او للعسكر فيضربوا كذا. يعني اذا السيسي هنا ولا السيسي ولا صبحي ناس لهم اي دور في الحكايه، دول مجرد تراتير. السفاره الامريكيه بتديري المساله كلها. لا هو مش كده، انت بس بتقول الاشياء. ما لا اقول لما تبقى السفيره الامريكيه يا فرصه اقول لك. انت بس يمكن نيتك سيئه. هو المشكله انه في عايزين نحارب الارهاب اللي في سيناء، فهيحاربهم ازاي غير بال10 طيارات اللي كانوا بيتعمل لهم صيانه في امريكا؟ حلو. هو بقى انت ليه بقى قلتها ان السيسي طرطور؟ هو لما يطلع البيان يقولوا احنا اديناك ال10 طائرات من اجل استخدامهم في قصف
الناس في سيناء، البيان كده بالنص. مين بيان؟ ده انا بديك القلم ده اقول لك سبحان القلم ده تاخده هتكتب لي بيه كذا. مين البيان ده بتاع مين؟ بتاع الخارجيه الامريكيه ووزاره الدفاع الامريكيه. قال ادينا له 10 ايوه بالنص حضرتك عشان يضرب ايوه وازيح في كل وسائل الاعلام، ده نص مترجم مؤتمر طيب صحفي. نرجع لعصر حسني مبارك. عصر حسني مبارك عايز ايه بقى؟ وثيقه في بقى حضرتك احنا طبعا احمد شوف عصر حسني مبارك في احمد عز. أيوة. تمام. في حكومه فرانك. ايوه انت قلت لي ان احمد حكومه عز. فرانك ويزنر. هات له يا ابني حكومه فرانك. فين حكومه فرانك ويزنر؟ موجوده في فيديو ده هي يا جماعه حكومه فرانك ويزنر. ده السفير الامريكي كان بيشكل حكومات في ده مصر. فيديو. ده فيديو. طبعا احنا كلنا كنا بنقول من يقف وراء احمد عز، وحاله الناس بيقول لك احمد عز خد براءه. يا احمد عز ده خلى شباب وبنات مصر كلهم عوانس، وخلى الناس تسكن. مش كان بيعلي الحديد يوصلوا 10000 جنيه؟ عوانس يعني ايه علاقته بالله؟ لما يرفع سعر الحديد حضرتك ل 10000 جنيه ده سعر السوق. سعر السوق ما كان بيعملوا له احتكار وبيعمل له بيمنع استيراد ويخلي الحديد اثر على احمد عز. قصدك لما غلى الحديد عنس خلى الناس ما فيش قطاع التشييد يقف، وبتوع رجال الاعمال شغالين في التشييد طيب. والبناء يخشوا السجون. ماشي. وكانوا بينزلوا منشدات في الصحف وقالت مطروح الاجر. من كان وراء هذا؟ احمد عز. ازاي بقى؟ مش هو اللي رفع سعر الحديد؟ خلاص ماشي. ازاي السفير الامريكي بقى حضرتك فرانك ويزنر. احنا اللي كان بيحكم مصر كان جمال مبارك مش كده؟ ايوه. طيب من بقى كان مستشار جمال مبارك؟ مين؟ هو السفير الامريكي فرانك ويزنر. تمام. وهذه شهاده، والسفير ده شهاده اللواء شفيق البنا في الحرس الجمهوري اللي كان شغال مع جمال مبارك وحسني مبارك ومراته. وبقول لك جالنا السفير الامريكي فرانك ويزنر يجيب مع عيل منهم احمد عز، ودخل وبعد كده لقينا احمد عز وامبراطوريه احمد عز. ايه العلاقه ده برضه؟ انت عمال تقول لي حاجات. احمد عز حضرتك مش هو كان امين التنظيم في الحزب الوطني؟ أيوة. هو الذي كان يختار اعضاء مجلس الشعب. أيوة. من الذي اتى باحمد عز وعرفه على جمال مبارك؟ مين؟ هو السفير الامريكي فرانك ويزنر. ايه دليلك؟ اهو الفيديو موجود اهو. هات له الفيديو يا عم، هات له الفيديو اللي عمال يتكلم على احمد عز. ما يصحش كده. واحمد نظيف مش رئيس الوزراء مين اللي بيختاروا جمال مبارك؟ طيب ثواني بقى عايز يلعب الفيديو. ماشي. يعني لما واحد. طيب بالحديث عن احمد عز حضرتك قلت مجلس عز، مين اللي كان بيحميه؟ يعني لما واحد يقول للسيد عمر سليمان انا مش موافق على 125، يبقى مين اللي كان بيحميه؟ مين اللي كان بيحميه؟ احنا اللي بنسمع. لك ان تتصور. ما هو يا رئيس الدوله يا نجل رئيس الدوله، ما فيش غير كده. احمد عز هو نجم الفساد السياسي والاقتصادي في البلد. احنا بقينا دولة احمد عز في وجود الرئيس مبارك، وانا بقولها له اهو. كان في سفير امريكي في مصر اسمه فرانك ويزنر. ده صحيح. ففرانك ويزنر ده تقرب من جمال، وجمال فتح له السكه على اساس ان هو ينجحه امريكيا واسرائيليا. ده اللي كان يهمه. رضا امريكا واسرائيل بالظبط. فلما فرانك ويزنر طلع معاش جمال مبارك عينه مستشار ليه لجمال مبارك. هو ده فرانك ويزنر اللي عرفه ببطرس غالي، وهو ده اللي عرفه باحمد عز. ياه. ايوه فرانك ويزنر هو اللي عرف جمال مبارك باحمد عز. ايوه كان بيجي فرانك ويزنر ونلاقي معاه حد يسيب الحد بره ويخش هو وبعد كده يجيبه يدخله. فاحنا كنا بنستغرب مين الواد ده؟ مين الواد ده؟ ما احمد عز كده كان بيجي ايه ده؟ ده في الرئاسه؟ لما كنا احنا موجودين. مين ده؟ جاي عايز ايه ده؟ بعد شويه مثلا بعد شهرين يعني 3 اول دخول احمد عز للرئاسه كان عن طريق فرانك ويزنر السفير الامريكي السابق. جه معاه. طيب اللواء شفيق البنا اللي كان بيشتغل في الحرس الجمهوري قال صابر كلامه صح. في حد يا صابر بيقول لك وطي صوتك الجيران بيشتكوا. حاضر. طيب طيب اذا خلاص كلامك انا موافق تمام. ده اعتراف اللواء شفيق البنا. بس ما تقوليش مصطفى بكري. انا مش هصدق مصطفى بكري. انا ما جبتش مصطفى بكري. انت جايبه في الفيديو. لا مصطفى بكري بيقول ايه؟ هذه اصبحت دوله احمد عز. ده عمر سليمان بيقول كلام. ده انا عاوز اوريك يعني بنقل لك الجو. ومصطفى بكري ما قالش مين اللي ورا احمد عز. طيب انما ده انا باخد لك وقتها كان الشعب كله بيقول، حتى مصطفى بكري بتاع المخابرات العسكريه اللي هو شغال معاهم لحد النهارده كان بيقول لك احمد عز اقوى من رئيس المخابرات في البلد. وبقول لك من ورا احمد. ومين اللي لغى قانون الاحتكار في مجلس الشعب؟ تمام. اذا اعترف اللواء شفيق البنا او مش اعترف. هو الذي شهد قال وكشف بهذه الوقائع. وهو اللواء شفيق البنا اشتغل قد ايه في 20 سنه في الحرس الجمهوري. 20 سنه كان مع سوزان وجمال وعلاء ومبارك. وطالع في كل القنوات واسمع بقى هو بيقول لك مبارك بيقول لك انا في حمى الامريكان وفي حمى الاسرائيليين
طيب. يعني موضوع اخر طيب. يتعلق به من يحكم مصر. طب انا اتفضل. عايزك تديني فرصه بس وللمشاهدين فرصه. اتفضل تحت امرك. ان احنا بعد اذنك لو ما ضايقكش يعني ربنا ما يجيبش ده، بس اتفضل قول. نطلع فاصل دقيقتين تحت امر حضرتك. يعني فاصل وهنرجع عادي يعني. حاضر. وفي لسه كمان السفير الامريكي في الدلحة وزاره الداخليه. مش مشكله، كمل اتفضل. اسف لا يعني كمل اتفضل. في عند حضرتك مش مهم الفاصل عندك يعني. الراجل بيبقى عايز يطلع فاصل المخرج. اوكي نطلع فاصل دقيقتين بس، دقيقتين ونرجع تاني. اتفضل.